السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية مرات البواب وصاحب العمارة، وإيه اللي حصل بينهم ده اللي هنعرفه النهاردة في مشكلتنا. بس فضلا وليس أمرا، قبل سماع الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. الفيديو ده العظة منه أو العبرة إن احنا نقدم الحدث عشان يكون عبرة للناس، محدش كرر أخطاء الآخرين. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي سعاد، عمري دلوقتي 33 سنة. أنا يتيمة أب وأم، وعشت من وأنا صغيرة عند خالي ومرات خالي اللي كانوا بيعاملوني بأسوأ معاملة، اللي كانوا مخليني خدامة ليهم، اللي كانوا كمان بيطلعوني أشتغل في الأرض باليومية عشان أجيب فلوس لهم ويكسبوا من ورايا. خالي اللي ما كانش بيعاملني بأدمية وكان قاسي في حقي. أمي سايباني وهي وأبويا عملوا حادثة وتوفوا وأنا عمري 10 سنين. قعدت مع خالي لغاية ما وصلت 29 سنة. كل ما كان يجيلي عريس كان يقول أنا معنديش قوة إن أنا أجهزها، أو إمكانياتي ما تساعدش إن أنا أجهزها. يعني كان بيرفض العرسان عشان ما يكلفش بورث بجهازي، وليا ورث كمان بتاع أمي، بس طبعا ما كانش مسكر في ورق. وكانوا بيعاملوني أسوأ معاملة، وكانوا بيستغلوني عشان يجمعوا من ورايا فلوس. بيشغلوني في الأرض، شغلوني يشغلوني بالساعة كده في البيوت. المهم اتبهدلت معاهم زي ما تقولوا قولوا. طبعا أنا كنت رايحة بيت خالي وأنا عندي 10 سنين، كنت في الوقت ده رايحة رابعة ابتدائي. طبعا خالي ما خليناش أكمل التعليم، وقال لي أنا مش في قوتي أصرف على مدارس وإن أنا أصرف على دروس. قعدني من التعليم وشغلني في الغيطان وفي الأرض زي ما أنا قلت لكم في حكايتي. المهم خلاني أعنس لغاية ما وصلت عمر 29 سنة. كل ما يجيلي عريس كويس كان يرفض، يقول أنا ما فقوتيش إن أنا أجهزها، أبوها وأمها ما سابولهاش حاجة، وأنا أمي لها ورث عنده، بس هو كان مش معترف بيه في ورق. وكانت أمي قبل ما تموت كان سايبة حياة الأرض كلها باسمه. لكن كان خالي إنسان صعب جدا جدا، وكان مستغلين أسوأ استغلال، غير مراته كمان كانت وحشة في حقي. المهم دارت الأيام والسنين، لما وصلت لعمر 29 سنة جالي واحد كبير في السن، كان عمره 45 سنة، وكنت في الوقت ده خلاص وصلت ل30 سنة، يعتبر أكبر مني ب15 سنة، وسابق له الجواز مرتين قبل كده. وطبعا هو أصلا يعتبر من جنوب الصعيد وأنا من نفس البلد، بس هو كان بيشتغل في الوقت ده في عمارة في القاهرة. كان بيسافر ويشتغل في القاهرة بواب على عمارة، وكان ربنا بيرضيه. اول ما تقدم لي وعشان ما طلبش من خالي حاجه وقال له انا عايزها بس بالجلابيه اللي عليها، ساعتها خالي وافق على طول ورحب بالموضوع. قلت له يا خال ده كبير عني. قال لي يعني انت اللي صغيره؟ قلت له بس انا برضو لو انا عمري 30 سنه سن ده مش من نفسي، انت اللي قعدتني من غير جواز عشان ما تجهزنيش. ايه اللي يخليني اتجوز واحد متجوز مرتين وغير كده كمان اكبر مني ب15 سنه؟ المهم من هنا خالي خصبني هو ومراته ان لازم اوافق. في الوقت ده انا فكرت فكرة تانية خالص، وعدت الموضوع في دماغي، عدت تدوير للموضوع في دماغي. قلت كده كده انا فاتني سن جواز 30 سنة، ومين اللي هيتجوزني وخالي مش هيجهزني ولا هيجيب لي حتى طبق؟ كده كده هي ممكن يعنسني لغاية ما اوصل ل60 سنة. طب انا اعمل ايه؟ انا هتجوزه على الاقل اطلع من الصعيد وهروح البندر واروح معاه القاهرة واشوف ناس غير الناس واعيش في تمدن، ويمكن ربنا يفتحها علينا ونبقى حاجة كويسة. ونويت نية لله ان انا لما اتجوزه لازم اساعده واقف جنبه لغاية ما نبقى حاجة كويسة. وكانت على نياتي جدا، وكنت جميلة جدا جدا بمعنى الكلمة. المهم من هنا اتجوزنا ورحنا سافرنا على القاهرة. من هنا سافرنا على القاهرة، وسبحان الله انا ما اعرفش عن جوزي ده اي حاجة، ولا اعرف في ايه اتجوز مرتين وايه الاسباب اللي يخليه يطلق الجوز الحريم اللي اتجوزهم. طب وهو حتى ما سألتش نفسي حتى في الوقت ده ازاي عمره 45 سنة وما عندوش عيال؟
ما فكرتش، انا كل اللي فكرت فيه ايه اللي يخليني ارفض مادام ما عنديش البديل وما عنديش جهاز يخليني اتجوز واحد كويس. ما انا كده كده قاعده جنب خالي، اللي يخليني اقعد جنب خالي ومرات خالي يخدموني في البيوت ويبهدلوني ويشغلوني في اراضي الناس؟ خلاص انا اتجوز، على الاقل اروح القاهره البندر واشوف حياه البندر واعيش حياتي واتجوز وابقى متكفله او متكلفه من راجل هيصرف عليا وينفق عليا، مش هيحوجني لحد. وفعلا اتجوزت الراجل ده ورحت معاه، يعني بالجلابيه اللي عليا وشويه هدمتين كده كانوا اي كلام في دلابي. مرات خالي قالت لي خدوهم وانت رايحه على ما يبقى يجيب لك جديد، يعني جوزوني ببلاش. المهم سافرت معاه القاهرة من هنا ورحت معاه، لقيت عمارة فخمة جدا 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 وفيها أسانسير. كنت أول مرة أشوف أسانسير، كنت بشوفه بس في الأفلام والمسلسلات. المهم كان صاحب العمارة راجل كبير في السن، عنده في حدود 50 سنة، وكان أرمل يعني مش متجوز. ده اللي أنا عرفته بعدين. كان عاطي لجوزي أوضتين تحت السلم كده زي بدرون، أوضتين ومطبخ وحمام، أوضتين جوا بعض كده. المهم لما أنا اتجوزت وسافرت مع جوزي البندر، لقيت الأوضتين دول وفيهم حمام ومطبخ، فرحت قوي قوي، متبلطين ومعمولين سيراميك وفيهم سخن وبارد وحاجات جميلة جدا جدا. بس أنا اتفقت مع جوزي اتفاق إن أنا لازم أشتغل وتبقى إيدي بإيدي وأساعده. لكن هو في الأول كان رافض، بيقول لي هو أنا مش مالي عينك، هو أنا مش هقدر على مسؤوليتك؟ قلت له لا مش مشكلة، البحر يحب الزيادة، خليني أشتغل معاك وأساعد معاك. قال لي هتشتغل إيه يا فيلسوفة؟ قلت له هشتغل إن شاء الله، أجيب طلبات العمارة، أجيب طلبات الهوانم اللي هم أصحاب الشقق اللي ساكنين هنا، يعني هعمل أي حاجة إن شاء الله، حتى أنظف السلالم بدل ما يجيبوا حد، وأخد منهم مبلغ شهري هيساعدنا في العيشة ويساعدنا ان احنا نجمع قرش عشان لو استقرينا في الصعيد بعد كده نقدر نفتح بيت ويبقى لنا بيت خاص بينا. المهم من هنا لما اقنعت جوزي قال خلاص براحتك، والله مادام انت حابه كده انا مش هقولك اي او لا، والله انا مش بجبرك تتعبي معايا، بس انت لو حابه ان انت تشتغلي انا مش همنعك، بس اهم حاجه اعرفي ان احنا في بلد كبيره قوي، وبلد يعني مليانه ناس، واحنا هنا ما نعرفش حد، ودايما الفقير بيبقى فيه المطمعيه. قلت له خلاص تمام، ما تخافش عليا، ده انا راجل مش ست، ده انا قدها وقدود اللي تمام. المهم في الوقت ده كنت بكنس السلالم واروقها، وكنت باخد الراتب الشهري من صاحب العمارة. يعني هو كان متعود ان يخلي حد ينظف السلالم كل اسبوع مرة ويديله حساب الشهر على بعضه. ساعتها انا قلت انا اولى بالمبلغ ده وانا اللي هعمل السلالم واروقها. لغاية ما جه في يوم كنتش اعرف صاحب العمارة دي خالص، لقيت في يوم وانا بسيق كده لقيت واحد عمال يبص لي. ساعتها لميت هدومي كده وقمت واقفة. ايوه انت مين؟ انت بتبص كده ليه يا راجل؟ انت مش تستحي على دمك؟ قال لي انت مين؟ قلت له ليه انت مالك؟ قام قال لي انت مين؟ قلت له مالكش فيه، انا صاحب العماره. قلت له اهلا وسهلا يا بيه، حقك عليا، ده انا مرات البواب. قال لي يا سلام. قلت له اي والله مرات البواب، انا مرات جمال البواب. قال لي طيب انا ليا شقه هنا، انا عندي عمارتين، العماره دي ليا شقه فيها وعندي عماره تانية كمان ليا شقه فيها. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا ليا شقه هنا بس ما باجيهاش كتير، هبقى اديكي مفتاحها وتنضفيها وترتبيها وانا مش موجود، وتهويها كده وتقفليها عشان العفش اللي فيها ما يبوش او ما يخسرش او يسوس. قلت له تمام. قال لي خلاص معاك المفتاح اهو. قلت له خلاص ما فيش مشكله يا بيه، هعملها لك. قال لي وانتي بتعمليها اعمليها مع السلالم، اليوم اللي هتعملي فيه السلالم اعملي في الشقه، هي ما فيهاش كركبه ولا فيها اي حاجه، بس انت هتنضفيها 4 مرات في الشهر، و4 مرات للسلالم في الشهر، هحاسبك حساب السلالم لوحده وحساب شقتي لوحده، وهديك مبلغ محترم يعني هيفرح قلبك. ساعتها فرحت جدا جدا ان ربنا هيفتحها عليا بشغلتين. المهم من هنا بقيت انضف شقة الراجل اللي هو صاحب العمارة دي، واطلع انضف واهوي كده وافتح الشبابيك واكنس الارض واسيق وارتب واخلي الشبابيك تتهوى كده. مرة في مرة كنت بروح اطلع فوق الدور الثالث بالاسانسير واعمل الشقة كل اسبوع مرة. كنت مرتبة نفسي ان كل جمعة هعمل السلم واعمل الشقة مع بعض في نفس اليوم. لغاية ما جيت في يوم قلت اما اروق الشقة وانضفها، لقيت صاحب العمارة فاتح الباب وداخل عليا. كنت ساعتها عمالة أسيق الأرض كده وارتبها، لقيته بيبصلي بصة غريبة كده. قال لي مالك؟ قلت له مفيش حاجة. قال لي انت اتجعزتي لما شفتني؟ قلت له لا ولا اتجعزت ولا أي شيء، أنا عادي يعني.
اتفضل تعالى البيت بيتك، انا كده كده همشي. قال لي لا خليكي براحتك خالص. ولقيته بيقول لي دي ال200 جنيه ديت بعيد عن الحساب. قلت له ربنا يخليك يا بيت، بتديها لي ليه؟ ما انا لسه هتحاسب الشهر كله على بعضه. قال لي دي حاجه مني انا زياده ليكي، جيب اللي في نفسك. المهم خدت ال200 جنيه وفرحت قوي بيها، وساعتها سابني ومشى. المهم من هنا بدأت ان انا اشتغل على السلالم ان انا انضفها، واشتغل الشقة بتاعت صاحب العمارة انضفها. جه في يوم لقيت جوزي تعبان جدا ومش قادر يعني يشتغل او يدير العمارة. كان جاله تعب صعب خالص، زي ما يكون نسبة انيميا حادة. المهم كان لما بيقف على رجله كان بيدوخ ويترمى في الارض. المهم كشف والدكتور قال له انت عايز راحة تامة، يعني شهر تقريبا ترتاح جسديا فيهم، واكتب له على شوية مقويات، وقال لي عليكي بالاكل الكويس والعصاير. جوزك عنده هبوط حاد وما بياكلش كويس، الانيميا بتاعته نازله جامد، يعني انيميته 7، وكده تبقى خطر عليه. قلت له خلاص يا دكتور انا هشتغل انا ومش عايزاه يتعب نفسه. وقلت لجوزي ريح نفسك وما تتعبش نفسك، انا هشتغل انا واللي ربنا يرضيني بيه، هنصرف وهناكل ونشرب لغايه بس ما تقوم بالسلامه تكمل شغلك في العماره. قال لي تمام. فبدأت إن أنا أمسك السلالم أروقها، برضو أتابع بوابة العمارة. بدأت إن أنا أنضف شقة البيه اللي هو صاحب العمارة. كان راجل عنده 50 سنة، وكان متجوز وأرمل ومراته ميتة. المهم في مرة كان الراجل ده، فوجئت في مرة لقيته داخل عليا باب الشقة وبيفتح المفتاح من بره. وساعتها ما كنتش مركزة لأن كنت عمالة أنضف وأشتغل، وكان صوت المية عالي بتاع الحمام وأنا بسيق وباخد بالجردة كده أكب في الأرض. لقيت اللي داخل عليا باب الحمام. انت بتعملي ايه يا حلوه؟ قلت له لا هو انت كل مره عيبيه تخضني. قال لي انت اتخضيتي؟ قلت له اه. قال لي قلبك خفيف. قلت له ما انا والله مش متوقعه ان انت تيجي. لقيته بيقول لي والله الشقه بتنور، طول ما انت فيها بتنور، وكل مره عن مره باجي فيها بحس براحه نفسيه. حببتني ان انا اعيش في الشقه دي واسيب الشقه التانية. قلت له والله يا بيه البيت هنا بيتك واللي هناك بيتك، والجنب اللي يريحك نام عليه. قال لي تمام. المهم لقيته بيديلي 1000 جنيه، ولقيته بيحط ايده على كتفي. قلت له معلش يا بنت حط ايدك على كتفي ما ينفعش كده. قال لي عادي، هو انا يعني انا صغير؟ ده انا قد ابوكي. قلت له برضه ولو إيه برضه ما ينفعش. المهم قال لي طب خدي 1000 جنيه دهيت بشرقي نفسك بيها. قلت له كتير يا بقى قوي. قال لي مش مشكله، مفيش حاجه تكتر عليكي يا حلو. ولقيته بدأ برضه يحط ايده على كتفي تاني. ساعتها بدأ يعمل معايا حاجات كده، وبعد كده حصل ان ما رضيش ربنا. ساعتها زعلت قوي، قلت له انت ايه اللي خلاك تعمل معايا كده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قال لي بصي ولا اكني عملت حاجه، ومحدش هيعرف حاجه عن اللي احنا عملناه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اللي بيني وبينك سر للابد. انا راجل كبير ومحدش يشك فيا، وانت كده كده شغاله في العماره. وقت ما اجي هنا بس انت تطلعي من سكات، وانا هبسطك واديكي فلوس كتير. المهم ساعتها الشيطان غواني، ما فكرتش في اي حاجه غير ان انا بيديني فلوس وانا جوزي راقد عيان، وكده كده يعني بفرح بالقرش اللي بيديهولي، وكده كده محدش هيعرف حاجه. والشيطان غواني، وفضلت نفس الموضوع ده يتكرر اكتر من مره، لغايه ما في يوم جوزي لقيته صحته استردت كده، وقام قايل لي انا عايز انزل الصعيد يوم كده ابص على اهلي وانت تبص على اهلك. قلت له خلاص تمام. ما كنتش اعرف الكارثه الكبيره والخيبه الكبيره اللي مستنياني. خدت جوزي ونزلنا على اهله زرناهم، ورحنا بعد كده لاهلي زرتهم. في اليوم ده اهله اتصلوا عليه وقالوا له والله ما انت مروح القاهره، خليك لبكره تعالى اتغدى معانا انت ومراتك وقضوا معانا اليوم. وفعلا تاني يوم بت الليلة الأولانية بعد ما زورنا أهلي وزرت أهلي، بت عند أهلي أنا وجوزي. ما احنا ما كانش لنا بيت محدد هناك، عند خالي. وتاني يوم رحنا بيتنا عند أهله. في اليوم اللي أنا رحت أبات فيه عند أهله ده، لقيت واحدة جارتهم كانت الباب في الباب كده بتقول لي هو انت مرات جمال؟ قلت لها اه. قالت لي انت حلوه قوي وجميله قوي. قلت لها الله يخليكي. قالت لي والله جمال ده حظه من السما، اتجوز 2 قبل منك كانوا فلقة قمر. قلت له كل واحد بياخد نصيبه. قال لي بس هو مشكلته، شوف هو راجل طيب ومحترم واللي في ايده مش ليه ومجتهد وطول عمره بيشقى، بس مشكلته انا ما بيخلفش. قلت لها اه. قالت لي والله هو ما قالكيش ولا ايه؟ قلت لها لا قايل لي. لقيت جارتهم بتقول لي ما هو مطلق حريمه الاتنين، واحدة قعد معاها 5 سنين والتانية قعد معاها 6 سنين وطلقوا عشان خاطر هو ما بيخلفش وعقيم.
ساعتها دماغي دارت ازاي ان هو يغشني، وازاي اهلي او خالي ومرات خالي يوافقوا بيه، اكيد عارفين ان هو عقم لانه من نفس البلد. المهم اللي حصل، انا قلت يا بنت يلا الخلفه دي بتاعت ربنا ومش فارقه، وانا كده كده عايزه عيال لايه، ما احنا متبهدلين ومتمرمطين في الغربه، يعتبر بنسافر القاهره ومحدش بيشيل شيلتنا، انا وهو اللي بنتبهدل. المهم من هنا رحت تاني، رجعت انا وهو القاهرة، وبدأ صحته تسترد، يشتغل بواب على العمارة، وكان كل شوية قاعد على الكرسي قدام باب العمارة كده زي أمن كده، وأنا كنت بقوم بشغل مهام العمارة زي السلالم، طلبات الهوانم اللي في السكان بتوع العمارة، شقة البيت اللي كنت كل شوية أروح أرتبها، ولما يعرف إن أنا موجودة كان يتردد عليا، ويحصل زي ما قلتلكوا يعني حاجات ما ترضيش ربنا. ودي الكارثة الكبيرة اللي بحذر الناس فيها، بلاش الخيانة، الخيانة مش مقبولة، رب السماوات بيتهزلها 10 يعني 7 سماوات، بيهز عرش الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى بيهز عرشه و7 سماوات، وبيغضب على العبد. فعشان كده بلاش من الغلط. اللي حصل ان انا بقى كل ما اروح اطلع للدور التالت، قال البيه هناك سابقني ومستنيني، مجرد ما يعرف اني يتصل عليا يقول لي هتطلع الشقه ولا لا. المهم بعد ما جوزي خف كده وطاب، اترددت عليه اكتر من مره، علاقتي بيه دامت يجي 3 شهور متواصلين. بعد كده بعد ال3 شهور لقيت نفسي مرهقه جدا وتعبانه جدا جدا، ومش عارفه ايه اللي بيا، اجي اكل مش قادره اكل، نفسي مصدوده، دوخه دايما، عايزه انام على طول. ساعتها طبعا كنت عرفت ان خبر ان جوزي عقيم وما بيخلفش، وان هو مطلق مرتين، يعني الموضوع خلاص، لو في كده كده هتفضح يعني هتفضح. المهم من هنا رحت قلت انا لازم اروح الوحده اللي هي المستشفى اللي هي الحكوميه، اعمل فحوصات وتحاليل كده من سكات من غير ما جوزي يعرف. وفعلا قلت لجوزي انا بصدع كده، هروح اكشف كده عادي في الوحده اللي قريبه مننا دي واطمن على نفسي. قال لي خلاص يا حبيبتي روحي واطمني على نفسك، وخدي معاكي فلوس كمان لو حبيتي تشتري حاجه ولا تجيبي حاجه وانت راجعه. قلت له تمام. رحت كشفت في الوحده المجمعه ديت. وبعدين الدكتوره قالت لي عايزين نعمل تحليل. عملت تحليلات، وبعد كده قالت لي ده انت حامل يا حبيبتي في الشهر التاني، يعني يعتبر خلاص اتميت الشهر التاني. حامل؟ طب ازاي ان انا حامل؟ لا يا بنتي ده الفحوصات اللي قدامي، هو انت مش متجوزه؟ لا متجوزه، ومتجوزه كمان بقالي فتره، بقالي 6 شهور. المهم رجعت لصاحب العماره، رنيت عليه وقلت له عايزه اشوفك ضروري 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 في شقتك. قال لي ليه خير؟ قلت له بس ضروري عشان خاطري انا عايزاك ضروري، يعني موضوع مهم جدا. قال لي تمام. ولقيته جاي فبيقول لي في ايه قلقتيني وجبتيني على ملا وشي؟ قلت له انا لقيت نفسي دايخه وتعبانه، رحت الوحده المجمعه في المستشفى الحكوميه، كشفت، قالوا لي قبل ما اديك اي حاجه لازم تعملي شويه فحوصات كده وشويه تحليلات وتيجي تجيب النتيجه. رحت عملت زي ما هم قالوا، وعملت تحليلات وجبت لهم النتيجه، باركول ان انا حامل. لقيته بيقول لي حامل؟ قلت له اي حامل. قال لي حامل من مين؟ قلت له لا والله احنا هنسوق فيها ولا ايه، هو انت تايه ان انا اللي بعمله ده بعمله مع مين؟ قال لي لا طب ما انت متجوزه. قلت له بس انا جوزي عقيم ما بينجبش وما بيخلفش، معنى كده ان انا حامل منك انت؟ هو انا لمستك يا بت؟ انت يا بت انت تعملهم عليا شحاته وجربوعه وخدام وجاي ترمي بالك عليا؟ يلا يا بت امشي من هنا، بدل ما الم عليك العماره وافضحك واطردك انت وجوزك بره تاكلوا من الطين من الشارع. يا عم انت بتعمل ايه كده؟ هو انت تايه ان انا اخلاقي ايه؟ مش انت اللي بتعمل معايا كده، وانت اللي اتفقت معايا يبقى في سريه؟ سريه ايه وبتاع ايه؟ يلا جايبالي بلوه وجايه تلزقها فيا؟ انا مش ضروري ان انت حامل مني ولا من غيري ولا من كام واحد، انت واحده شمال، والشمال ملهاش امان. المهم لقيته طردني وبدأ يعاملني وحش، وقال لي مش عايزه اشوف وشك في شقتي، وهات المفتاح بتاعي، ولو معاكي نسخ منه تانية تسلميها، لان لو اي حاجه نقصت من الشقه هتهمك بسرقتها. وبدأ يتبدل 180 درجة. طب واللي في بطني؟ طب شوف لي حل. ولا اشوف لك حل ولا اعرفك، شوف اللي في بطنك دي جايباه منين يا صايعه، وقاعد يقول لي الفاظ وحشه جدا. المهم ساعتها حسيت ان انا اتهنت قوي قوي قوي، وكرامتي نقحت عليا. ساعتها رحت للدكتوره قلت لها انا عايزه انزله. قالت لي فين النبض وفين الروح، ما اقدرش ان انا انزله ولا اعمل اي حاجه، والله ده اللي قدامي، ما اقدرش اغضب ربنا عشان ارضيك. طيب والحمل اللي بطني اعمل فيه ايه؟ مفيش. لفيت على كام دكاتره كلهم رافضين ان هم يتدخلوا في موضوع السقاطه ده.
طيب حاولت ان انا اخد وسايل، حاولت ان انا اعمل شغل تقيل، حاولت ان انا اشيل تقيل، حاولت ان انا اخبط على بطني، حاولت ان انزل الجنين باي طريقه، لكن الجنين ماسك في بطني. ساعتها قلت لنفسي يا فضحتي يا فضحتي، ده انا يعني اهلي صعايده، واخوالي صعايده، وعمامي صعايده، يعني معنى كده ان انا لو رجعت بفضحت وجوزي عشان عقيم والبلد عارفه، يعني هيعرفوا ان انا مشيت غلط في البلد اللي انا فيها دلوقتي. ساعتها خالي وقرايبي ما هيصدقوا يخلصوا مني، هيقتلوني ويحللي دمهم عشان انا غلطت في شرفهم. وخايفه اقول لجوزي ان انا غلطت مع البواب ليقتلني، لان مخه صعيدي ودمه حر. طيب اعمل ايه؟ اطفش واسيب البلد؟ اداري حمل ازاي؟ اروح اسقط؟ محدش راضي يسقطهولي عشان النبض الروح خلاص بقى فيه، وبقى واصل خلاص لعمر شهرين. طب اعمل ايه؟ دلوني. خايفه من جوزي وخايفه من اهلي، وانا غلطت غلط كبير في حق نفسي وفي حق شرفي، وانا استاهل اكتر من كده. وصاحب العماره بتوسله انه يتدخل او يشوف له دكتور كويس يسقطني ونخلص من البلوه دي. رافض تماما ان يتدخلني، وكل ما اكلمه يقول لي امشي من هنا، انت واحده مش مظبوطه جايه ترمي بلاك عليا، طمعانه في قرشين، انا اللي شفتك ولا عملت معاك ولا اعرفك، بلا رمي جتت ويرمي كلام زي الدبش في وشي. انا خلاص بقيت محتاره، اتفضحت. ربنا يكفيكوا شر الفضيحه، يسترها معاكم. انا خلاص مستقبلي كله ضاع، وجوزي هيقتلني، يا اما هيسلمني لاهلي يخلصوا عليا. طبعا دلوني اعمل ايه، انا مبقتش عارفه الحل. وطبعا انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في البواب، او في صاحب العماره قصدي. يعني كنت كويسة وعايشة جنب الحيط، وكنت محترمة، وطول عمري وانا بنتي كنت ماشية زي الألف. غير أخلاقي ومشيني في السكة اللي ما ترضيش ربنا. ولما حس إن هيتورط بحاجة نكر كل شيء وقال لي معرفكيش، وكل ما يشوفني يرميني بكلام وحش جدا جدا. شوفولي حل بالله عليكم، أخلص من الجنين ده ازاي؟ أقول لجوزي ايه؟ طب أنا لو هربت هروح فين؟ ولو جيت أسقط محدش راضي يشيل مسؤولية السقاطة. انت دلوني وانصحوني أعمل ايه، الموضوع بقى صعب جدا، وانا كده كده حاسه ان انا هروح في داهيه قريب. عشان كده حبيت انقل لكم حدث ده عشان خاطر يكون عظه وعبره. اوعي تامني لاي حد، مادام اتجوزتي بالحلال عيشي لجوزك وارضي بقليلك وعيشي، وربنا سبحانه وتعالى بيرزق. يعني هو الرزاق، هو اللي بيرزق الانسان على حسب ما يستاهل. فطبعا مش كل النعمة فلوس، مش كل النعمة خلفة. ممكن الصحة أحسن من نعمة الفلوس ونعمة العيال. وعشان كده نقلنا لكم الحدث، يا ريت تكون نال إعجابكم. اكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه، مع مراعاة يعني إيه، ان هي غلطانة طبعا، ان سلمت نفسها للشيطان، وانا بقول لها انت غلطانة واللي انت فيه ده عويل. بس انت برضو اكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه وتحلها ازاي. ومني لكم جزيل الشكر على الاستماع، ولي الشرف في وجودكم معانا في قناة المتواضعة. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.